الناس اللي بتصور كل يوم، ربنا يكرمك، حد شغال بيصور كل يوم؟ انت ربنا يكرمك. اوكي، شغال في شركه اكيد. شغال في شركه؟ طيب الناس اللي بتصور كل يوم لو معهوش الخريطه دماغه هتلف، هتلاقي الابراج بدات تطير ودماغه هتلسع. ليه؟ لان كله بيفكر مش بينفذ. بيفكر في تنفيذ الفكره، مش بيفكر في الفكره، بيفكر في تنفيذ الفكره. فبالتالي الموضوع بيبقى عنده يا اما يقفل بقى التفكير خالص ويبقى روتيني. هو عارف ان هو يروح يقف في المكان ده، لو يقف في المكان ده دلوقتي هيفتح الكاميرا يظبط شاطر كذا وايزو كذا وفتحت عدسه كذا ويصور. الشمس بقى غيمت، الشمس طلعت، في سحاب مفيش سحاب، هو يقف بالسيتنج دي ويصور هنا. صح؟ طيب تعالوا نتكلم عن الخريطه. ازاي تطلع صوره صح؟ فين يعني انا قعدت على فكره افكر في اسم المحاضره بتاعت النهارده، مش عارف اعمل ايه. يعني انتوا فعليا لو دخلتوا كتبتوا الخريطه الفوتوغرافيه مش هتلاقوا حاجه اسمها كده، ده انا اللي مسميه. يعني مش هتلاقوا على جوجل حاجه اسمها كده، دوروا كده مش هتلاقوا. طب نسميها ايه؟ انا قعدت اقول طب الحاجات اللي احنا عايزين نعملها، الليسته دي اللي انا بعملها مارك عشان اطلع صوره صح، اسميها ايه؟ كنت هكتب لكم بقى الايفنت الليسته اللي انت بتعملها عشان لما تيجي تتفرج عليها ولا حد فيكم عارفها. وقلت طب نسميها الصوره الصحيحه. ايه الصوره الصحيحه يعني؟ ده برنامج تلفزيون، ده مش ايفنت. ما انت الايفنت لازم يبقى اسمه يجيبك، صح؟ فقعدنا نفكر قلنا ما هي خريطه، ما في الاول والاخر الخريطه بتاعتك عامله ازاي؟ الخريطه دي في نصها الصوره الصحيحه. الصوره الصحيحه دي طالع منها 4 حاجات، سوري داخل لها 2 وخارج منها 2. يعني هنيجي هنا كده هندخل حاجتين وصورنا، وبعد كده هنخرج حاجتين. ايه بقى اللي هندخله وايه اللي هنخرجه؟ الفكره اهم حاجه في الصوره. كله شايف صح؟ كله شايف؟ شايفه؟ الفكره. طيب واحد يجي يقول لي انا بيجي لي افكار بس ما بعرفش انفذها، او بيجي لي فكره عايز اصورها في صوره بس بلاقي ناس ثانيه مصوراها احسن مني. انا بنتكلم دلوقتي على البريسيت، انا كل ده انا بعمله البريسيت عشان اطلع صوره حلوه. يوم ما يبقى ويدنج طبق الموضوع ده هتلاقيه حلو، ايفنت طبق الموضوع ده في بعض الصور هتلاقيه حلو قوي. اوكي، وعلى فكره هتلاقوا المصورين البروفيشنال في مجال الويدنج ما بينزلوش على البيج بتاعتهم الا الصور البريسيت. تلاقيه واقف وجايب ريفليكتور وموقف العريس والعروسه وبيضحكوا وضارب فلاشين ورا فمنورين الدنيا، هو ما بينزلش الصور دي. تعالى بقى قول له وريني السناب شوتس بتاعتك في القاعه. لا بيصور بس مش بنفس قوه البريسيت. يعني دايما تلاقي اغلبيتهم بينزلوا ستيشن. فين يا عم صورك في القاعه؟ مش بنفس القوه، هي حلوه بس مش بنفس القوه. اوكي تمام. طيب الفكره، اول حاجه هنتكلم فيها في الفكره هم 6 حاجات. الفكره فيها 6 حاجات، وال6 حاجات فيهم 24 حاجه. خريطه بقى جي بي اس، انت هتحتاج جي بي اس عشان البورد دي. اول حاجه عنوان الفكره او عنوان الصوره. لو انت جيت في ناشونال جيوغرافيك دخلت تتفرج على صور، ناشونال جيوغرافيك تعتبر من اعظم المؤسسات الفوتوغرافيه في العالم ان لم تكن اعظمها يعني. اوكي اي صوره محطوطه بتلاقي تحتها اسمها، صح؟ عنوانها. حد فيكم عنده صور بعناوين؟ عندك صور عامله ازاي وعنوانها ايه؟ احكي لي مسميها ايه الصوره بتاعتك؟ ضفاف النيل المنسيه. دي متصوره فين؟ يعني حته على نهر النيل بس، يعني جنبها ارض زراعيه مش كورنيش بقى ولا حاجه كده. فدي ما الناس مش مهتمه بيها. بتضحك ليه؟ عشان منسيه ولا عشان ضفاف النيل؟ منسيه؟ انت فعلا خلاص التحفه دي مش عنها حاجه. مين ما بيسميش صوره؟ من الاخر كده خلينا صراحه مع بعض. ما بتسموش صوركم ليه؟ ايه؟ مش كلهم يعني، اغلبيه الصور. انا بتكلم على البريسيت، صوره انت تعبت فيها فطلعتها يعني تحفه فنيه. انا بتكلم على الناس اللي هي عايزه تصور صور حلوه.
يعني انا مقتنع ان زي مثلا انا لو واحد في سي بي سي وجالي شخصين، واحد عنده 3000 صوره مصورهم سناب شوت، واحد عنده 4 5 صور مصورهم بريسيت، انا شايف ان ده بروفيشنال اكتر. يعني مش عايزين نتصور كتير. الرسام البروفيشنال مش بيرسم كتير، يعني مش بتخش الاتelier عنده تلاقي 1000 صوره، مفيش كده. لا، عنده مثلا 10 صور بس قعد فيهم سنه، يقول لك انا قعدت في ال10 صور دول سنه، بس الصور تلاقيها ويل دان. يا ابن اللعيبه انت عملت الحاجات دي ازاي؟ صح؟ غير بقى لما يحط لك نقطه ويقول لك ده الفراغ ودي نقطه الامل، عارفين الجو ده؟ صح؟ دي بتترسم كل يوم، ممكن ترسم 10 15 فراغ. في وجهه نظر في الفوتوغرافيا بتقول ان انت ما تسميش الصور وتسيب الناس اللي هي بتتفرج تفهم الصوره دي. صح؟ مين مقتنع بالكلام اللي انا بقوله؟ طيب خليني اقول لكم الصوره اللي عنوانها الضحكه. اوكي، هل انا هكتب تحت الضحكه؟ مش هكتب تحت الضحك، بس لما احطها هي معروف ان هم بيضحكوا، ان هم الفرحه. يعني في الضحكه وفي الفرحه. انت لو بروفيشنال تعرف تطلع الفرحه. صح؟ الناس اللي عندها بيجز كل الصور اللي جايبه لايكس كتير اللي كاتبين عليها كود فوقيها، لان الناس العين بتبدا تربط الكود دي، العقل يربط الكود بالعين اللي شايفه المعلومات اللي داخله لها، فربط الاثنين في بعض، فانت قدرت بكل احترافيه ان الكود ده تنفذه. احنا جت علينا فتره في سنه 2012 كنت بفكر اعمل كده، كنت هعمل بروجكت. البروجكت ده عباره عن ايه؟ شعر او كوتس يعني ايه؟ مقالات، لا مش حكمه. هجيب حكمه واصور لها صوره. حد فكر في الموضوع قبل كده؟ هات الحكم. لا، مش انت بتعمل العكس، بتصور صوره ما انت تحط الحكمه. لا، يعني مثلا ايه؟ دي اصعب على فكره، دي حاجات صعبه جدا. تخيل انت ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. ركب بقى، اعمل اللي تعمله، ركب اعمل ارسم. ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. ازاي تقدر تطلع صوره بتقول ان ليس كل ما يتمناه المرء يدركه؟ هنفكر في ايه؟ هنفكر في عيل قصير وشجره طويله وفيها زرع، فيها ثمار مثلا. ايه ده؟ احنا عرفنا خلاص نجيب الفكره كده؟ ده سهل. ايه ده؟ عرفنا ان احنا عايزين عيل صغير وشجره وثمار بس، خلاص كده. خلاص هتصور الصوره، شكرا جزيلا، خلاص. انت عارف ان المود بتاعها مود حزن فتبقى بلاك اند وايت. احنا خلصنا الصوره على فكره. فاهمين الفكره عامله ازاي؟ فونس ان انت حطيت قدامك حاجه هتعرف في الاخر اللي بيصحح ورقه الامتحانات لو مش عارف الاجابه الصح عامله ازاي مش هيعرف يديك درجه. انت نفس الموضوع، لو انت رايح سيشن في فرح ولا رايح ايفنت. انا كنت لسه اقول لكم، انا لما باجي اتعامل مع شركات كبيره بقول لهم التارجتس ايه. يعني ابعت لي ايميل قبل ما اروح، انت عايز توصل لايه؟ مثلا سي انا هغطي ايفنت، حفله، ماشي. الحفله دي فيها حفله سنويه مثلا لشركه تحتفل سنويا. في واحد واقف اللي هو اتفق معايا عايز يوصل حاجات معينه. انا لو رحت هفضل اصور الناس وهي قاعده دوكيومنتد، صح؟ صور بقت دوكيومنتري ورحت مسلمها. هو مش عايز كده، هو عايز صور قليله بس تقول قد ايه الموظفين فرحانين بالنجاح. فانا اروح واقف قبل ما يعمل التشارتس بتاعت الاحصائيات بتاعت السنه دي، اكون واقف ورا التشارت وهم قاعدين وابدا اخد كلوزات ان الناس شايفه ان احنا حققنا 2 3 مليون جنيه. فهو لما يكتب لي التارجتس، والله ربنا يعلم، انا في مره بعتوا لي تارجتس في 2 ما حققناهمش، عدنا اليوم تصوير تاني. يعني انا شلت كوست يوم كامل عشان في حاجتين ما اتحققوش وهو حقه. اوكي، كنا بنصور حضانه بالمناسبه، مش عارف انا حكيت لكم على موضوع حضانه ولا لا. صور حضانه، تخيل انت ناس كلمتك قالت لك تعالى صور الحضانه، انت هتروح رايح عيال صغيره، يعني ايه المشكله؟ صح، الموضوع مش صعب. لا، هو ماليش صور الحضانه، هو قال لي انا عايز ابين 6 حاجات في الحضانه، ان الاكل بتاع الحضانه صحي. ياه، انت وفرت عليا كتير قوي، انت عرفتني انا هروح اعمل ايه. طب يا جماعه احنا بقى محتاجين تفاح وموز وعيال قاعده، عيال شكلها صحيه مش تعبانين اصلا، لان ده يخدم معايا الفكره، صح كده؟ وعايزين مكان لونه اخضر ومليان الوانات عشان انا بتكلم عن اكل صحي. لو هو كان سابك لوحدك بقى عمرك ما كنت هتطلع له الحاجه دي. قال لي اكل صحي، قال لي ايه تاني؟ قال لي بيتعلموا الخط وبيقروا القران، بيتعلموا الخط ويقروا القران، الحاجات اللي هي العربي والقران والكلام ده. طيب خلاص، احنا عايزين مصحف، عايزين عيال، وعايزين مدرس او مدرسه قاعده معاهم، بس خلاص الصوره خلصت. طيب فبقينا بنصور في اليوم 8 صور بدل ما بنصور 8000 صوره، صح كده؟
حاول تتعامل مع نفسك، اذا كنتش هتلاقي كلاينتس يتعاملوا معاك بنفس الشكل، حاول تتعامل مع نفسك بنفس الكونسبت. انت عايز ايه؟ فاول حاجه عشان تبدا تكمل ال 100,000 حاجه اللي هيتكتبوا هنا اهو، هي ان انت تحط عنوان للصوره اللي انت هتصورها. اتفضل. بس يعني هو قالوا ان الصور الافضل تكون مش معنونه، هو بشكل عام ممكن تسيب يبص على الصوره يشوفها فاهم هو عايزها. الصوره الصح لازم يكون عندك في ذهنك حاجه معينه توصلها للشخص ده. الحاجه الثانيه لو تخش اي مسابقه سواء في مصر او مصر، هو اول حاجه بتطلب منك عنوان الصوره دي عشان يقدر يقيس انت فعلا قدرت تعبر عنها ولا لا. يعني المسابقات اللي بتتعمل في مصر او بره مصر يعبروا الصوره دي انت نجحت فيها ولا لا. صح. يقول انت حد فعلا اكبر مسابقه فوتوغرافيه في العالم هي ايه؟ في العالم العربي. خليفه، صح؟ بتاعت ال نهيان دي، ال زايد ولا ال نهيان، هم بتاعوا كتير قوي دول. هي محاور، يعني لما تخش تشترك يقول لك محور السنه دي كان المحور السعاده. انت عارف هو عمل ايه؟ هو حط لك اول نقطه في الخريطه من غير ما هو ياخد باله، من غير ما انت تاخد بالك. محور السعاده يعني اي حد مش مصور صوره فيها سعاده ما تقدمش، واي حد مصور صوره طلعت سعاده وهو مش عارف انها سعاده ما تقدمش، لان هو عايز صوره انت متاكد انها انا بقدمها واقول ان دي السعاده. يا جماعه عارفين الصوره اللي فاتت كانت عامله ازاي؟ لا، اول صوره اطفال في جنوب افريقيا. طيب مين ما شافهاش؟ تخيل معايا كده، اصل انا معيش لابتوب هنا. تخيل معايا كده، بصوا اللي انا هقوله ده، هي الصوره اصلا تعبيرها سناب شوت، يعني المفروض تبقى الصوره سناب شوت، بس الصوره معموله بريسيت بشكل لدرجه ان هم العيال دي عيال في جنوب افريقيا، في عيال كلهم سمر، فهنا بيقول لك الفقر، يعني بيتكلم عن اول معنى اللي هو الفقر. العيال بتجري ورا بعض وبيمشوا عجله، كاوتش عجله، عارفين الكاوتش اللي هو واحنا صغيرين، كاوتش اللي هو تجري وراه، اوكي، الكاوتش ده. طيب تخيل معايا لو انت هتصور الصوره دي، هتصورها منين؟ هتروح جاي العيال جاي عليك، كاوتش جاي كده، هتروح انت مصوره. طيب انا ما عرفتش ان ده كاوتش، بس هو باين قدامي حاجه عامله كده، صح؟ طيب هتصوره منين؟ هتصوره من الجنب، العيال ماشيه كده، انت عايز تبين ان هم بيضحكوا، في سعاده جامده جدا، وان هم فقراء فلبسهم مش قد المقام، وان دول بيلعبوا بطوق والطوق ده مهم، وان باين ان هم في افريقيا. صوره واحده. تعرف تعمل الكلام ده؟ ايوه. ممكن اجيبها من كام؟ ممكن يكون في اشجار ورا شويه. تمام، صح، حلو. في اشجار شويه. ممكن الاطفال ما يكونوش باصين قوي للعجله، يكونوا باصين بزاويه شويه ناحيه الكاميرا. انت اسمك ايه؟ عبد الحليم. انت اخو نهى؟ ربنا يبارك فيكم. بس خلاص، هو عمل كده فعلا. شفت صوره؟ هو ما شافش صوره، هو عمل كده، بس عشان انا اديت لك انبوت فادتني اوتبوت. انتوا عايشين حياتكم، او انا كنت في وقت من الاوقات في حياتي كنت عايش حياتي بلا انبوت، فكنت بطلع اوتبوت مش عارف هو موافق للانبوت ولا لا، لان مفيش انبوت اصلا. هو الراجل عمل ايه بقى؟ فني اكتر. هو خد الكادر من وسط العجله وهي ماشيه، يعني العجله عامله موشن، حركه، هو نزل لتحت فجايب الفيسز بتاعت الاطفال من خلال العجله. مش بهزر والله، لا يعني الفريم بتاعه ان في كاوتش كده عجل، فقال لك ان الكاوتش ده بيتحرك، وان العيال دي فرحانه عشان العجله دي، فانا عامل لك فريم على هم بيضحكوا. خد مش عارف $100,000 ولا خد كام؟ خد رقم كام؟ $100,000. ربنا يبارك له. تعرف الدولار بكام النهارده؟ ربنا يبارك له، هتلاقيه صرفهم ما يعرفش اللي فيه. ف هو الراجل ده خد $100,000 ليه؟ عشان عرف دي. شفت بقى؟ هات بقى اي دولار ولا اي حاجه. طيب تاني حاجه، انت عايز ايه من الصوره؟ يعني ايه عايز ايه من الصوره؟ وانا الصوره بعد ما اصورها دي اعمل بيها ايه؟ ده غرض. ده هدف، ده هدف، ما دي اهداف. ما الصور بتاعت المعارض هتراعي فيها جدا القواعد، الصور بتاعت صحابك هتراعي فيها جدا ان هم بيضحكوا، الصور بتاعت انك هتبيعيها تراعي جدا ان الكواليتي تبقى عاليه. احنا عندنا كام حاجه انا كاتبهم. اول حاجه انها تبقى صوره تجاريه،
يعني انا عايز ايه؟ انا عايز صوره تجاريه زي صور الحضانه، صح؟ هي صوره تجاريه لان انا متوقع، ده انا عايز اقول لكم ان انا وانا بصور كنت بسيب لهم مساحه فاضيه على الجنب عشان يكتبوا فيها في الديزاين. يعني الطفل وهو بياكل الموزه مثلا اللي هو الاكل الصحي او التفاحه، كنت بسيب مساحه جنبيه كده عشان اقول له لما انت تيجي تعمل ديزاين اكتب في الحته دي، وتكون هنا الباك جراوند بلوري فيكتب بسهوله، واقول له ايه الخطوط اللي يكتب بيها كمان في الديزاين، لان انا عرفت من الاول ان الهدف تجاري. طب لو بصور الطفل ده لامه اكيد مش هعمل كده، مش هسيب لها اقول لك المساحه دي لو عايزه تكتبي اسم الواد ولا مش هعمل كده. فاهم اقصد ايه؟ يبقى اول حاجه عندنا تجاريه، ثاني حاجه عندنا فنيه. الصوره تبقى فنيه، انا عايز اعمل صوره فنيه، اعمل بورتريه فني. ما هو لاحظي كده ان احنا الناس اللي كنا بنتكلم على كورس اللايتنج بورتريه، هنعمل بورتريه، هنصور بورتريه، البورتريه ده بسيط قوي على فكره، بتجيبي شخص وصوريه. بس انت عايزه ايه من الشخص ده؟ لو عايزاه تجاريا يبقى في اعلان هتصوري بورتريه بشكل مختلف. عايزاه فنيا هتبداي بقى تشوفي ان البنت دي لازم تبقى جميله قوي، ويبقى لو انت تصوري بنت وتبقى لابسه حاجه عامله فريمنج للبشره، ولازم اللبس ده يبقى مناسب للبس ده، والباك جراوند تبقى نفس اللون، فنيا بقى. طيب ثالث حاجه ايه؟ ثالث حاجه اخباريه. الصور اللي بتتصور لكم في ايفنت الخميس او في اي كورس هي وظيفتها ايه؟ اخباريه. يا جماعه احنا كان في ايفنت خميس والناس موجوده اهي، صح؟ انا بخبر عن حدث حصل. لو انا كنت بصور الحضانه اخباريه، عندهم احتفاليه اهي، صور الاحتفاليه اهي، فمش مهم عندي بقى الناس بتضحك ولا ما بتضحكش، مش مهم عندي بقى الدنيا ايه، هم موجودين وفي حد بيديهم محاضره. طيب بعد كده ايه؟ بعد كده اخر حاجه، لا استنى، ايه ده؟ هنا اهو، ما بوظوش الخريطه بقى. اخباريه. رابع حاجه استعراضيه. استعراضيه دي انا جامد جدا، زي الفاين ارت. الفاين ارت استعراضي، انا جامد، فانا هطلع لكم صوره تريلوا لما تشوفوها. بجد. وانا بعمل ايه بالصوره دي؟ هي مش صوره معارض، ما بتبقاش صور معارض، الفاين ارت ده مش صور معارض، بس انا هجيب لك شخص واقسمه نصين، النص ده يبقى كامل والنص ده يبقى مشتت، صح؟ بعمل ايه؟ بستعرض ان انا واحد بروفيشنال. طيب يبقى عنوان الصوره، انت عايز ايه من الصوره وعرفنا الحاجه، اوكي؟ تخيل انت بقى بتبني صوره تروح انت عامل ايه؟ يعني هتيجي تشطب على 3 وتسيب حاجه واحده. عرفت كده انت ماشي صح. تمام؟ عندنا ايه تاني؟ عندنا رسم الصوره. رسم الصوره قلت لكم وانا بصور الطفل كنت موقفه على اليمين وهو ماسك تفاحيه وسايب مساحه على الشمال. المساحه دي عشان الصوره التجاريه اللي انا عايزها اللي هي عنوانها الاكل الصحي تبقى مناسبه. فانا برسم الصوره عامله ازاي، ورسم الصوره دي يفضل ان انت تعمله قبل ما تصور، ولو عملته بعد ما تصور ممكن تعمله بالكروبنج، وهنتكلم على الكروبنج ده كمان شويه. اوكي تمام؟ يبقى انت لازم ترسم الصوره بتاعتك الكادر عامل ازاي، عشان لما تلاقيه مرحل على اليمين شويه تبقى انت عارف اصلا انت عايز ايه، فهو مرحل على اليمين، مش تجيب في النص وتقول هي كده حلوه. ما تسالش حد تقول هي كده حلوه ولا وحشه، هو مش هيقول لك حلوه ولا وحشه. تمام؟ عندنا ايه تاني؟ عندنا في الفكره مكان التطبيق. نعم؟ رسم الصورة مع مكان التطبيق واحد. لا. برسمها في المكان ده. لا. انت بترسمي في دماغك صوره. والله قالوا لك احنا هنصور في الحضانه، هنصور في الشارع، هنصور في اي حته. انا معايا رسمه هطبقها في المكان اللي انتوا عايزين نصور فيه. الرسمه هي التخيل، التخطيط. انا عايز اقول لكم كتير جدا من المصورين الاحترافيين والاجانب، بلاش المصريين، لما بييجوا ينزلوا مع عريس وعروسه، انا بتكلم على الويدنج لان ده اكتر حاجه بتمسكوا، بتمس انتوا عارفين حد وتتفرجوا على صور لانها كل واحد فينا بيتجوز. اوكي؟ بيرسموا الكادرات قبل ما يروحوا. يعني بيروح راسم كادر كده ويقول لهم انتوا هتقعدوا ومحتاجين تبقوا ماسكين بلالين هيليوم. ايه ده؟ عرفنا ان احنا رايحين نجيب معانا بلالين هيليوم، تبقوا لابسين ابيض. يعني دي الرسمه. والله احنا صورناها في الشارع، صورناها في بيتكو، وهو في الاول والاخر اللوكيشن هو جزء ولكن الفكره موجوده، الرسمه بتاعتها موجوده. مثلا